كده عنده إحساس بالعار والخجل، فبيكون انطوائي أو منعزل شيئا ما. بيكون عنده دايما تقدير ذاتي قليل، وعنده نقد ذاتي أو اللي هو جلد لنفسه دايما. وبيكون خايف دايما من الفشل، وبيبعد عن الآخرين لأنه بيخاف من نقد الآخرين ليه، اللي هو عنده حساسية منه جدا، وده بيخلق عنده زي ما قلنا شعور بالرغبة في العزلة، وبالفعل بيعمل بيحط نفسه جوه عزلة كده بعيد عن العالم المحيط. طيب ده كده يبقى مش سيء يعني، ومش بيأذي حد إلا نفسه. يعني مش بيأذي الضحية بقى، لا طبعا. لان من صفاته او من الحاجات المميزه ليه، او لو حبينا نشرحه ونتكلم عنه شويه باستفاضه، ان هو بيكون حسود، باصص دايما للي في ايد غيره، حاقد على كل اللي عنده اي نعمه، وبيتمنى زوالها من اصحابها، وكمان بيكون معزول عن الاخرين، واكيد بيعزل الضحيه معاه.